السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي دكاترة مهندسين الصف الخامس ابتدائي، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معكم مستر حسام الباقي، ومعانا النهارده مهندسين مع حل محافظة أسيوط، ودي المحافظة رقم 17 من كتاب سلاح التلميذ، منتشرة في الكتاب صفحة 233 و 234. فخلينا يا صديقي بدون مقدمات كتير نبدأ في السؤال الأول. بيقول لك قاعدة النمط هنا بيساوي كام؟ صفر بقت 3، يبقى احنا ممكن لو مستر نكون زودنا 3. 3 و3 6، 6 و3 9، يبقى على طول القاعدة هي n زائد 3، وده الاختيار الأول. العين ميم ألف في العددين دول. والله ما أعرف يا مستر، نعرف نوصل الصغير للكبير عن طريق الضرب في رقم اللي هو 3. فالعين ميم ألف هو الرقم الصغير اللي هو الأربعة. واحد تاني يقول لأ مش عايز الطريقة دي، تعال. الأربعة عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن الاتنين في اتنين. طيب الاتناشر يا مستر عبارة عن الاتنين في ستة، والستة عبارة عن الاتنين في تلاتة. إيه المشترك؟ اتنين في اتنين، ودي اللي هي بتساوي الأربعة. طب هنا هندسة، 27 من المية مقسومة على الكام بتساوي 27. طالما ساوت على الصحيح يبقى مقسومة على جزءا من المئة. برافو عليك، وده الاختيار رقم دي. في السؤال بقى كده بيقول لك هنا المقسوم عليه في مسألة القسمة التالية. أول حاجة 315 صحيح على الخمسة بتساوي 21. طيب المقسوم عليه، كلمة عليه يعني بتنحصر ما بين الجسمة وما بين اليساوي اللي هو هنا 15. لكن لو قال لك المقسوم فقط تبقى هو 315. طب لو قال لك هندسة خارج القسمة هو اللي بعد اللي يساوي، وده اللي هو 21. في السؤال رقم 5 بيقول لك 34 فاصلة. تعمل 34 متعملش فاصلة، تعمل علامة 20. 5 أجزاء من 1000، أدي 5 دي اسمها 5 جزء من 10. ولو حطيت صفر واحد بس يبقى اسمها 5 جزء من 100، لازم تحط صفرين، وده الاختيار رقم دي. بيقول لك أصغر عدد أولي، كلمة فردي 3. أمال الأصغر عدد أولي وسكت هو الاتنين. العدد الأولي الزوجي الوحيد هو الاتنين، لو مش عارفهم اكتبهم هندسة. القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 5 صحيح و16 جزءا من 100 هو كام؟ الستة دي جزء من 10، وديت جزء من 100 اللي هو الاختيار رقم ب. قيمة المتغير m في المعادلة دي يا مستر سالب صح أو ناقص يعني، فنروح نعمل النموذج الشريطي بالشكل الجميل بتاعنا ده. طالما دي سالب فيبقى الكل جبل اللي يساوي اللي هو اسمه عفوا الكل جبل الطرح اللي هو اسمه m، والباقي كله عبارة عن أجزاء اللي هو 3 و5 من 10 والخمسة. فهو عاوز الام نروح نجمع، نقوله 5 زائد 3 و5 من 10. هنا يا مستر لقيت علامة عشرية وعلى رقم نحط على صفر وعلامة عشرية. صفر وخمسة 5، جابلتنا علامة عشرية تنزل. 3 وخمسة كام؟ 8. فتبقى الام هي 5 أو عفوا 8 و5 من 10. عند ضرب جزءا من 10 في جزءا من 10، أدي جزءا من 10 ينضرب فيه جزءا من 10. الواحد في واحد بواحد، والعلامة عشرية هنا رقم وهنا رقم، تبقى بعد رقم ايه؟ أدي واحد 2، وخلي بالك منها دي، تبقى الاختيار رقم ب. في السؤال رقم 2 بيقول لك هنا هندسة اوجد قيمة التعبير العادي اللي قدامك ده. أول حاجة في أولويات العمليات الحسابية إحنا بنروح نعمل الأقواس. فتلاتة واتنين من 10 زي ما هي. 35 نشيل منهم 5 متوكلة هنا 30 على الستة. طيب هنا مستر جامع ولا قسمة؟ نقسم. 3 واتنين من 10 زي ما هي زائد 30 على الستة، يعني اللي نضرب في الستة بيساوي 30 هي الخمسة. لقيت هندسة هنا في علامة عشرية وهنا مفيش، حط علامة عشرية وصفر. صفر واتنين 2، جابلتنا العلامة العشرية بتنزل، وتلاتة وخمسة يبقوا عبارة عن 8. فأصبح هندسة خارج أو القيمة بتاع التعبير دهوت هو 8 صحيح واتنين جزءا من 100، عفوا 2 جزء من 10. في السؤال رقم 11 عايز خليل القسمة، يبقى تروح يا صديقي تعمل حرف الكاف. وخلي بالك المقسوم عليه هنا هندسة في عدد صحيح ما فيهوش علامة عشرية. العلامة عشرية هنا ولكنك شايف. يلا بينا نكتب هنا مستر 25، ونكتب هنا واحد صحيح 775. نضرب ضرب ال 25 ويلا بينا. الواحد في 25 ب25، الاتنين في 25 ب50، التلاتة تبقى 75، الأربعة ب100، بعد كده خمسة ب125، الستة ب150، والسبعة ب175، والتمانية عبارة عن 200. ياما كده. أول حاجة مستر دي رقمين فتروح تاخد رقمين، ده في علامة عشرية تحط العلامة عشرية على طول كده. طيب ال17 أصغر، حط صفر وخد لك كمان رقم اللي هو 177. ال177 أقرب حاجة لها 175، نحط هنا 175، وده 7 تنحط فوق، في 5 تنزل زي ما هي. 7 نشيل منهم 5 متبقي لك كام صديقي؟ 7 نشيل منهم 5 2، و7 ناقص 7 بصفر، 1 ناقص 1 بصفر. 25 أقرب حاجة لها كام؟ هي 25،
ودي مضروبة في 1 تنحط فوق، تطرح تلاقي السؤال صفر، يبقى نقدر نقول إن خير القسمة هو 71 جزءا من 1000، والسؤال ده كده خلاص. في السؤال رقم 12 بيقول لك هنا عددان الأول عوامل الأولية. لما يديك العوامل الأولية الأول لهندسة أو للعدد روح اضربهم في بعض، اللي هو الاتنين في 2 في 3، 2 في 2 ب4، والأربعة في 3 ب12، ونضرب دول في بعض اللي هو 2 في الاتنين في الاتنين، 2 في 2 ب4، والاتنين في 4 ب8. يبقى العدد الأول هو ال12 والعدد الثاني هو ال8. الميم ميم ألف تعالوا ديك نشوف المشترك ما بينهم. والله يا مستر المشترك أول حاجة الاتنين، بعديها كمان 2 فبتنزل مرة واحدة أهو 2 في 2، متبقي لك هنا 2، متبقي لك هنا 3، الاتنين في 2 بالأربعة، والاتنين في 3 ب6، والأربعة في 6 ب24، يبقى كده ميم ميم ألف بكام؟ بال24. في السؤال رقم 13 بيقول لك هنا إذا كان طول سعيد هو 1 صحيح و6 متر، وطول أحمد يقل عن طول سعيد بمقدار 25 متر، اوجد طول سعيد. يبقى صديقك هتروح تعمل إيه؟ طرح. نقول طول سعيد اللي هو 1 و6 ناقص المقدار اللي بيقل بيه طول أحمد اللي هو 25 جزءا من 100. وأنت بتطرح يا مستر لقيت العلامة العشرية هنا بعد رقمين وهنا رقم، حط صفر. صفر ناقص 5 مش هينفع أروح أستلف، فأصبحت ديت 5 وأصبحت دي 10. 10 نشيل منهم 5 5، و5 نشيل منهم الاتنين 3، وجابلتني العلامة العشرية تنزل 1 ناقص صفر ب1. فيبقى طول أحمد صديقي هو 1 صحيح و35 من 100، دي كطول أحمد طبعا متر. في السؤال رقم 14 بيقول لك هنا قرية سياحية بها 24 فندق، فإذا كان عدد النزلاء في كل فندق هو 910 نزيلا، فعدد الكلي يبقى راح يضرب يا صديقي 910 مضروبة في ال 24. طبعا أسهل حاجة نضرب باستخدام الخوارزمية، فدي 910 اهيت 910 مضروبة في ال 24. طبعا الأربعة بصفر بصفر، الواحد في 4 ب4، والأربعة ب9 ب36. نحفظ أول خانة بصفر، الاتنين في صفر بصفر، الواحد في 2 ب2، والاتنين في 9 ب18. اجمع يلا، دي كصفر، دي كام؟ الأربعة، ودي كتمانية، 3 و8 11، واحد ومعاك واحد، واحد وواحد 2. هنعدلها صديقي ونجيلك تاني. ننزل تحت شوية، نطلع بقى هندسة نحط الدالة فوق اللي هو عبارة عن 21840، والسؤال ده كده خلاص. في السؤال اللي بعد كده بيقول لك هنا صديقي في نموذج مساحة المستطيل عايز قيمة الايه بنضرب اللي فوق في اللي في الجنب، فنضرب هنا الخمسة مضروبة في الأربعة من 10، الأربعة في 5 ب20، والعلامة على الشمال رقم تنحط ورا رقم، فأصبحت 2، فممكن نمسحها كده ونكتب بتساوي الاتنين صحيح. في البي بنضرب اللي فوق في اللي في الجنب اللي هو 4 من 10 مضروبة في الاتنين من 10، 2 في 4 ب8، والعلامة على الشيء هنا رقم وهنا رقم تنحط بعد رقمين، ادي 1 2، ومتنساش الصفر والعلامة على الشيء. في السؤال رقم 16 بيقول لك إذا كانت المسافة بين مدينة القويصية وأسيوط هندسة هو 45 كيلو متر، فما المسافة بينهما بالمتر؟ يبقى أنت عايز تروح تحول 45 كيلو متر، عايز تشوف بتساوي كام متر، نضرب فيه الألف، يبقى نقوله 45 مضروب في 1000 بتساوي 45,000، والسؤال ده كده خلاص. وبكده صديقي نكون انتهينا مع بعض من حل المحافظة رقم 17. انتظرنا يا باشمهندسي في الفيديو القادم، حلو إن شاء الله محافظة سوهاج، ودي المحافظة رقم 18. جميع المحافظات المتواجدة في كتاب سلاح التلميذ هندسة في قائمة التشغيل عن سبيل الدراسة، وهي وكمان قائمة تشغيل هندسة الخاصة بامتحانات كتاب الأضواء. وأشوفكم على خير في الجاي. السلام عليكم.